ازاي تعمل تأثير الجليتش في ادوب بريمير برو؟ يلا بينا نبدأ. معانا هنا الفيديو اللي هنعمل عليه تأثير الجليتش. فأول حاجة هنعملها إن احنا هنختار جزء معين في الفيديو اللي احنا محتاجينه. طبعا أنا مش هاخد كل الفيديو ده، الفيديو ده طويل، هختار منه مثلا الحتة دي كده، أول هنا مثلا. أنا عايز أقطع الحتة اللي قبل دي، هروح أختار الريزل تول اللي احنا اتكلمنا عليها في أول فيديو خالص، وهنقطع الحتة دي كده. انا مثلا عايز اخد كمان 10 ثواني من هنا لغايه هنا مثلا، واقوم بالريزر تول تاني واقوم قاطع الحته دي. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو اتقطع هنا اهو. هقوم بقى ايه واخد الحته اللي انا عايزها وماسح الباقي، واقوم اختار السلكشن تول واروح قاطع الباقي، اعمله ديليت، واقوم مختار الفيديو واقوم مرجعه تاني ايه في الاول خالص. طيب انا اول حاجه اعملها هصغر الحته دي عشان الفيديو يكبر قصادي يبقى واضح. وبعد كده هتروح على الافكتس. طبعا انا اتكلمت لو انت ملقتش الافكتس هتروح على ويندو وتقوم جاي مختارها من هنا، تلاقيها هنا اهي، تقوم قافل الويندو، تقوم رايح على الافكتس عامل سيرش على جليتش، هتلاقي فيه تأثير اسمه VR ديجيتال جليتش، هتقوم جاي مختاره، تعمله دراج اند دروب وحطه على الفيديو. هتيجي تشغل الفيديو هتلاقي عليه حاجه زي لغوشه كده على الشاشه. طبعا ده لسه مش افكت كامل، احنا بقى هنظبطه لغايه ما يبقى حلو شويه. طبعا هو على طول فتح خانه الافكت كنترولز. الافكت كنترولز دي ان انت تضغط على الفيديو وبعدين هتروح تلاقيها هنا، ولو ما لقيتهاش برضو هتلاقيها في خانه الويندو. هتنزل تحت شويه لغايه ما تلاقي الافكت اللي انت حطيته الفي ار ديجيتال جليتش. هتنزل تحت هتلاقي فيه حاجتين، ديستورشن ونويز، دوت الحاجتين اللي احنا هنستخدمهم النهارده. اول حاجه هنقوم مكبرين الديستورشن، وبعدين هروح على الكالر ديستورشن هنخليها 100، نقوم ضاغطين هنا ومخلينها 100، وهنروح بعديها على الديستورشن ريت هنخليها 0. طبعا هنا هتلاحظ بعد ما غيرنا ديستورشن ريت هتلاقيها الشاشه بقت بلوري كده وحلوه بدل ما كانت ملغوشه، وده كل اللي احنا محتاجينه من الديستورشن. بعد كده هنروح على النويز، هتلاقي النويز هنا اهي، تقوم جاي مكبرها برضو وتقوم فاتح الحاجات اللي جواها. الحاجه الوحيده اللي احنا هنعملها فيها ان احنا هنكبر النويز سترينث شويه، خليها مثلا ايه، مثلا كده. هتلاقي الفيديو كل ما تزود النويز سترينث دي هتلاقيه بيلغوش اكتر، فاحنا هنتنى نزودها لغايه ما نلاقيها مناسبه، نخليها مثلا ايه في الرينج ده كده مثلا على هنا. بعد كده هنطلع فوق على الماستر امبليتيود، هنلاقيها مكتوبه هنا، وهتقوم ضاغطين على الساعه دي، تلاقي علامه ساعه جنب الماستر امبليتيود. كده احنا عملنا زي ما انتم شايفين كي فريم، هتلاقي علامه دوت هنا كده. هنروح علامه الدوت دي ونقوم مغيرين الماستر امبليتيود عندها نخليه ايه 0 كده، كأننا شلنا الافكت خالص، هتلاقي الفيديو رجع زي ما كان. وبعديها بالظبط بالارو اليمين بتاع الكيبورد هنضغط 3 ضغطات، هنحرك 3 فريمز، 1 2 3 كده، حركنا 3 فريمز. طبعا لو احنا عايزين نكبر الموضوع شويه او نوسعه عشان نشوف، نقوم ضاغطين هنا ايه عشان نوسع الدنيا صد بس. وبعد كده هنقوم جايين مخلين ماستر امبليتيود هنا في الكي فريم ده 100، ونعمل نفس الخطوه تاني 3 فريمز ناحيه اليمين بالارو اليمين بتاع الكيبورد، 1 2 3، ورجعها تاني 0. هنيجي نشغل الحته دي هلاقي ايه عملت لغوشه خفيفه كده. طبعا احنا بقى عايزين نظبطها شويه، هنطلع فوق على حته السكيل والبوزيشن. اول حاجه نعملها هنكبر السكيل شويه، نخليه مثلا 130 140، او ممكن نخليه اقل من كده كمان، نلعب فيه شويه لغايه ما يكبر شويه بس. وبعد كده هروح على علامه الساعه اللي جنب البوزيشن ونضغط عليها، عملنا اول كي فريم. عايزين نظبط بس ان احنا الكي فريم بتاعنا يبقى مع اول كي فريم هنا، يعني ممكن نروح كده، ممكن نكبر دي شويه عشان شايفينهم قصاد بعض، ونطلع فوق شويه ونخلي الكي فريم دي مع اول كي فريم هنا، نشد دي كده ونوديها هنا كده بس.
وبعد كده هنقوم جايين هنا في الحته اللي فوق دي بتاعه البوزيشن، نقوم ضاغطين على الارو اليمين، نحرك فريم واحد بس ناحيه اليمين. ممكن نرجع نكبرها تاني عشان نشوف، خليها كده عشان تبقى واضحه قصادنا. بعد ما حركنا فريم واحد هنقوم لاعبين شويه في البوزيشن، نخليه مثلا يمين شويه، تحت شويه، وبعد كده نقوم محركين الارو ناحيه يمين كمان مره، ونضغط على العلامه دي عشان ترجع لنا تاني الفريم زي ما كان، او الشكل الفيديو زي ما كان، زي ما انتم شايفين كده. ونكرر الخطوات دي كذا مره، ومحركين الفريم من ناحيه اليمين، نقوم لاعبين شويه في البوزيشن، خليه فوق وتحت شويه، وبعدين نحرك فريم يمين كمان، نقوم ضاغطين على العلامه دي، وهكذا لغايه ما نوصل لاخر حته خالص في الثلاثه اللي تحت. يعني ممكن نعملها مره كمان، نلعب شويه في البوزيشن، نحرك شويه، نتحرك فريم كمان، مع اخر فريم نقوم راجعين بوزيشن زي ما كان. هنيجي نشغل بقى الكلام ده من الاول خالص، هنلاقيها شكلها بقى كده. طبعا بقى انت في فيديو واحد كده هتعمل اكتر من جليتش. ممكن تقوم عامل حاجه ظريفه كده، تقوم مصغر الكلام ده، تقوم عامل لهم سيلكت وعامل لهم كوبي، كنترول سي على الكيبورد، تقوم رايح قدام شويه كده، تقوم جاي حاططها كمان مره هنا. طبعا زي ما انت عايز بقى، على قد عدد الجليتشات اللي انت عايز تعملها في الفيديو، هتقوم جاي ايه، عامل بيست. هنيجي نشغل بقى الفيديو من اول هنا كده، ونشوف شكله بقى عامل ازاي. هنلاقيه بيعمل جليتش وتاني جليتش وراه. طبعا بقى لو انت عايز تحط صوت جليتش او تحط اوديو تحتيها، دي حريه شخصيه. انا هنا مرضتش عشان في صوت اصلا اساسي للفيديو، فمرضتش احط وراه صوت جليتش. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.